السلام عليكم. ما عمركم شدكم الفشل في الطريق ديال العلاج؟ لانه ما بيناش شي واحد يكون غادي في الطريق ديال العلاج ويشدو الفشل. الفشل اللي كنهضر عليه راه هو كيكون معاك في الطريق. شحال من واحد دابا تياخذ الاعشاب، تياخذ المكملات، عنده شي مشكل من المشاكل. هذا المشكل هذا يقدر يكون جنسيا، يقدر يكون نفسيا، يقدر يكون عضويا. وهذا المشكل هذا تيستعمل ليه بزاف ديال الادويه، كيتبع مع الطبيب، تيستخدم مكملات غذائيه، ولكن كيصاحبوا الفشل. يقدر يبدا يستعمل مثلا مكملات مثلا تنشيط ديال الدوره الدمويه، تنشيط جنسيا، القوه الجنسيه، وفي داك الطريق ديالو وداك المحطات اللي كيستعمل كيحس بالفشل. ربما اخطا في التعامل مع الدواء، ربما يكون الدواء ما جاش معاه، وهنا ما خصوش يحس بالفشل، ما خصوش يوقف، خصو يكمل الطريق وما يفشلش وما يحس بالحقره وما يبقاش يعاود بانه راه فشل. لان هاد الطريق ديالك فاش كتمشي فيها، الطريق هي طويله، والعلاج والشفاء ما تعرفوش امتى كيجي. لان كيقول الله تعالى في القران، تيقول لك ان مع العسر يسرا. مع يعني مصاحب ليه. ديما العسر كيكون غادي ومعاه اليسر. انت غادي في العسر ومعاه اليسر، واحد النهار غادي يتيسر ليك وغادي يولي عندك كلشي ميسر. باش نشرح لكم مزيان غنعاود لكم بحال واحد الانسان كيدرب. دوك الناس اللي كيدربوا هادوك النسور، اللي كيطلقوهم وكيطلقوا لهم واحد الارنب او اللي ما تسمى القنيه، وكيقلب هذاك النسر كيفاش ينقض على هذيك الفريسه اللي هو داك الارنب. واش في جميع المحاولات ديالو كيكونوا دائما مصيبين في 100%؟ لا اظن. ضروري كيصاحبوا الفشل. هذا النسر هذا ضروري خصو يتدرب المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه حتى كيكون يعني اليسر، حتى كيتيسر ليه وكيشدها. وهكذا العلاج ديال الانسان في جميع الامراض. ضروري كتمشي كتتبع مع الطبيب هذا، كتتبع مع الطبيب هذا، كتتبع مع الطبيب هذا. العلاج والشفاء مازال ما كاين. لذلك ما تعقش وما يكونش فيك الفشل، وما تقولش انا راه ما بغاش يتيسر لي صافي غادي نحط السلاح وغادي نوقف. راه ما يمكنش. لذلك انا كنقول لكم دي استمراريه في العلاج، وما تبقاش تلوم راسك. تلوم راسك تقول انا راه ما باش يصدق لي حتى شي حاجه. واش هذاك النسر اللي هضرنا عليه تيلوم راسو؟ لا. ملي كيفشل تيتقبل داك الفشل. هذاك النسر واش منين ما تيشدش هذيك الفريسه وتينقض عليها، واش هو تيلوم نفسه؟ واش هو كيمشي يعاودها للناس؟ واش هو كيجلس كيبكي؟ لا. اش كيدير؟ كيرجع وكيستعد عاوتاني بدنيا ونفسيا، وتيعاود عاوتاني يطلقوا ليه عاوتاني ديك القنيه وداك الارنب، وتيمشي تيطلع يعطيها بالعين ديالو حتى كينقض عليها المره الاولى الثانيه حتى كتصدق ليه ديك الشده. وكذلك انت عندك مشكل عضوي، عندك مشكل جنسي، عندك مشكل نفسي، العلاج تبعو، عطيه الوقت ديالو وعطيه المده ديالو. ولا فشلتي راه ماشي كيعني عدم النجاح، لا بدا واحد النهار غادي يحصل النجاح وغادي يحصل الشفاء ان شاء الله. يلا كنشكركم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله.